السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم على قناة إشارة تيلي. نرحب كذلك بكل من التحق بنا مؤخرا، ونرحب كذلك بكل المشتركين الجدد ونشكرهم على تفاعلاتهم مع الفيديوهات التي ننشرها. عندنا واحد المجموعة ديال الأخبار غنتكلموا عليها، ولكن سنضطر لأن نتكلم عليها أو نتحدث عليها أو نعلق عليها بطريقة ساخرة. نوع الخبر يفرض عليك أن تتكلم عنه بطريقة ساخرة، ما كاينش شي طريقة أخرى يمكن تتكلم بها على الموضوع، خصوصا إذا كانت هذه الأخبار تأتي من الجهة الشرقية من هوك. نبدأ باستغلال مسجد عبد العزيز بوتفليقة، أو ما عرفتش شنو غادي نسميو هذا المسجد هذا، الذي يظل مقفولا على طول، لا يفتح إلا إذا كان سيدخله شخصية كسفير الولايات المتحدة. أو هذه المرة المسجد جابوا له اللاعبين ديال المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة. ثم كتشوفوا الفيديو، وجبوه للتبرك، وجبوه لشحنه روحانيا، ما نعرف. جابوا اللاعبين المسجد، تلاقوا بالإمام ديال المسجد، الموضوع تشجيعهم لهزم المروك في مباراة الأربعاء، ثم قال ماذا؟ اللي هي مباراة ربع نهايات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. من بعد غادي نجيو نقولوا علاش الجمهور اعتدى على اللاعبين، علاش كانت الأجواء مشحونة، علاش كان كذا، علاش كان هذا هو السبب. الفيديو السابق تكلمنا على الخطأ ديال الصحافة التي تقوم بالضغط على اللاعبين. اللاعبين الآن ما بقوش كيقولوا بأنها مباراة مؤهلة إلى كأس العالم، أو مباراة يمكن تشبيهها مباراة نهاية قبل الأوان. الآن ولينا كنسمعوا كلمة المباراة الانتصار فيها هو مسألة حياة أو موت. أطفال هادو راه كاين فيهم اللي باقي طفل، لأن أقل من 17 سنة يعني نقصد اللاعبين اللي عندهم 15 و 16، يعني مرحلة المراهقة، مرحلة الانسلاخ من الطفولة إلى الشباب. الدراري باقيين صغار وكنشحنوهم بهذه الطريقة هذه. تحمره هاد الناس هادو ما يمكنش هاد الخبر إلا أننا نعلقوا عليه بهذه الطريقة هذه، اللي يعني كنستغربوا استغلال المسجد بهذه الطريقة الفجة والمقززة. يعني ما عندي حتى شي تعليق على هذا الخبر هذا. وصلني فيديو وانتم كتشوفوه ديال اخذ لاعبين من بعد ما يعني المنابر الاعلاميه كلها تتوجه وكيرغبوا الجمهور ديال قسنطينه انه يدخل وهذا وهذا وهذا، فقط باش يتمثل الملعب وباش تضغط على اللاعبين. مقابله مصيريه، حياه او موت. نخليو هذا الخبر هذا لانه هو الخبر الرياضي الوحيد اللي كاين، وليس خبر رياضي وانما تعليق على مبادره بليده. صاحب هذه الفكره اولا لا علاقه له بالتربيه الاسلاميه، لا من قريب ولا من بعيد. لاعبين ديال كره القدم غاديهم من المسجد باش يتلاقاو بالامام والامام يوصيهم. يعني هي الوصيه، خصكم تنتصروا في هذه المعركه، معركه الزلاقه هذه عندكم. ندوزو الخبر اللي وصلنا مؤخرا، وهو تعثر، هذا كان باين، تعثر توصل الجزائر بطائرات إطفاء الحرائق من روسيا، أو بتعبير آخر عجز روسيا عن تصنيع طائرات وبيعها للجزائر. الجزائر الآن هزت يدها، يعني من الحرائق ديال السنة الماضية، يعني اللي كانوا متهمين فيها المروك كذلك، إلى شهر 5 تان ماي عاد غادي ينوض النقاش. من اواخر ابريل عاد غينوض النقاش على الطائرات ديال اطفاء الحرائق. يعني كنساو الحرائق، ما تكلموش عليها. كان عندهم الجامعه العربيه، كان عندهم موضوع ديال الامام ابو قطه، كان رجعتوا للفيديوهات غادي تشوف بان النظام الجزائري يخلق الاحداث، كيلهي الشعب كل مره بحاجه توصل الصيف. الان وجها لوجه امام الحرائق. شنو هو الحل؟ الحل هو اللي كيتقترح كل سنة، كراء طائرات. الآن الجزائر ستستأجر 6 طائرات من أمريكا اللاتينية، باقي ما حددت لنا الاسم ديال الدولة.
من أمريكا الجنوبية. هذه الطائرات ليست طائرات إطفاء الحرائق، وإنما هي طائرات مخصصة لرش المبيدات. طائرات لرش المبيدات، يعني تفكير غبي، تو سامبلومون تفكير غبي. لأن الطائرة، وعاد حاجة أخرى، بالطيارين ديالها لا يوجد طيارين جزائريين يمكن لهم يقودوا هذه الطائرات هذه. أولا، طائرات التي ترش المبيدات الحشرية، القوة ديال الضخ ديالها ديال المبيد اللي فيها، اللي هو عبارة عن سائل، هو قوة ليست كقوة ضخ المياه ديال الإطفاء. ثانيا، طائرات ديال رش المبيدات لا تحلق في علو كبير مرتفع، كتحلق في واحد العلو منخفض باش هذاك المبيد ما يضيعش في الهواء، يكون قريب من النبات. ثالثا، وهذه الطامة الكبرى، هذه الطائرة لا يمكنها أن تحلق في علو منخفض تحت ألسنة النيران القوية، والطير كيدوز كيطيح. الطائر لا يستطيع أن يحلق، لأنه يحتاج، عندما كتشعل العافية في الغابة، الطيور ما كيقدروش يطيروا فوق العافية، لأنهم غادي يطيحوا بقوة اللهيب ديال قوة الحرارة المرتفعة جدا. إذن فالتحليق يجب أن يكون في علو كبير، وضخ المياه سيكون بقوة، وهذا ما متوفرش في الطائرات التي ترش المبيدات الحشرية. النظام يقوم الآن بضر الرماد على العيون، إسكات الأصوات الداخلية التي تنادي في كل سنة بشراء طائرات كالتي يتوفر عليها المغرب، طائرات كنادير المتخصصة في إطفاء الحرائق، التي يمكنها أن تطير في علو ليس كبير، هي مصممة لمقاومة الحرارة المرتفعة جدا. نطويو هذا الموضوع هذا. السي المخرج، أعطينا الحدث الكبير. الحدث الكبير هو إقدام وزير على تدشين صنبور مياه. إنا لله ودعم. تدشين صنبور مياه، نتوما كتشوفوا، ومعاه الصحافة ومعاه المسؤولين جاي يدشن روبيني ديال الماء. الجزائر قوة ضاربة. أي قوة ضاربة، عندك الحق. هنا تتجلى القوة الضاربة. هنا تدشين صنبور ديال المياه، وينقل على وسائل الإعلام والتلفزة كتصور. وزير عضو في الحكومة، هذا فرد من أفراد الحكومة، ومعاه مسؤولين ديال المنطقة كلها، والصحافة كتصور بهذا الفتح المبين وبهذا الحدث العظيم، تدشين بزبوز. الجزائر أقوى دولة في المنطقة. السي المخرج، ما كرهناش تعطينا الحدث الكبير، افتتاح المصنع العالمي النووي لإعادة تدوير العجلات. الجزائر قوة ضاربة. العجلات، تدوير العجلات. شوف، غادي نخليكم مع هذا الفيديو هذا باش تشوفوا الحدث العظيم. إعادة قولبة الإطارات المطاطية على الساخن تقنية صناعية حديثة في الجزائر، تعتمد على استرجاع إطارات شاحنات الوزن الثقيل وإعادتها للخدمة من جديد. الجزائر قوة ضاربة. فعلا الجزائر قوة ضاربة. كيشدوا البنوات القدام وكيعملوا لهم الروسيكلاج. بالله عليكم، واش هذا خبر ينقل على امواج التلفزيون؟ تعمل التلفزه ديال تشاد ما تلقاش هذا الشيء. هذا القناه ديال تشاد عندها 2 قنوات تبارك الله، انا متبع. النيجر ما كتعملش هذا الدراهم هادو. إنا لله ودعم. إعادة تدوير العجلات ديال الرموك اللي تمسحوا وتمحاو وطلق لي الخبر المبردعين. حاشا الجزائريين الأحرار، حاشا الوطنيين الذين يحبون وطنهم، نتواصل معهم ويتواصلون معهم.
كيتقبلوا بعض المرات مني، بعض المرات كيحسوا بالحسرة على ما أقول، وكاين منهم من يعتقد أننا نشمت. نحن لا نشمت في الجزائر كدولة، كمشترك، كشعب، كبلد، كدولة. نحن نسخر من هذا الطغمة، هذه العصابة الحاكمة اللي بلوكات المنطقة كلها. في الحقيقة بلوكوها راسهم، ولكن في الحقيقة هم سبب واحد البلوكاج، لأن المنطقة كلها كان ممكن أنها تكون متكاملة من المغرب إلى ليبيا، ولكن هناك أيادي خارجية تستعين بهؤلاء. بغينا نعملوا شي شوية هذا الفيديو هذا في واحد القالب ساخر، ولكن دائما تاع معقولية ديالنا كتجرنا أننا نوضع النقاط على حروفها. أتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم. نلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى هنا استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.